أبطال كتير محدش سمع عنهم ولا الإعلام جاب سيرتهم، ومنهم البطل العظيم اللواء ثابت إقلاديوس اللي كان رئيس عمليات مدفعية الفرقة الثانية في الجيش الثاني الميداني وقت نصر أكتوبر 73، واللي أخذ بطار الفريق عبد المنعم رياض بنفسه. القصة بدأت بعد استشهاد الفريق عبد المنعم رياض وقت ما كان ثابت إقلاديوس في موقع من مواقع الجبهة، ومن هناك قدر يرصد مكان الدبابات الإسرائيلية اللي ضربت على الفريق رياض، لأنه موقعه كان ورا نفس النقطة اللي استشهد فيها. طلب وقتها من قائده إنه يضرب الموقع ده، لكن القائد قال له مفيش أوامر بالضرب دلوقتي. ساعتها ثابت رد عليه بجمله تتكتب من دهب: بعد استشهاد رئيس الاركان لسه محتاجين اوامر. ما استناش كتير، راح على طول لقائد الكتيبه الرائد مصطفى رؤوف وطلب منه يخرج 12 مدفع 122 مللي بكامل الكتيبه ويحط قدام كل مدفع 4 طلقات بس علشان الذخيره ما تنفجرش لو العدو رد بالنار. وبعدها بدا يجهز كل حاجه بنفسه، جاب البيانات اللي بيتحدد منها مكان الضرب، راجع الاتجاهات والملاحظات على الخرائط، وصعد لمركز الملاحظه علشان يحدد الهدف بدقه باستخدام البوصله والخرائط. بمجرد ما بلغ القياده ان كل حاجه جاهزه، جت الاوامر انهم يردوا بقصف محدود وبعدها يختفوا فورا. لكن اللي حصل كان اعجاز، في ثانيه واحده نزلت 48 طلقه مدفعيه على الهدف، فانفجرت كل الدبابات والمدرعات الاسرائيليه اللي كانت هناك واتشلت حركتهم تماما ما عدا دبابه واحده بس. القياده وقتها بعتت خطاب شكر رسمي للبطل ثابت إقلاديوس، وقائد اللواء بنفسه منحه نوط الواجب العسكري تقديرا لشجاعته وبسالته. وبعد الحرب الدوله كرمته بعدد كبير من الاوسمه والميداليات، منها نوط الواجب العسكري ونوط الجمهوريه العسكري عن حرب 73، وميداليه جرحى الحرب سنه 74، وميداليه الخدمه الطويله والقدوه الحسنه سنه 76، ونوط الخدمه الممتازه ونوط التدريب سنه 85 كمان، ووسام الجمهوريه من الطبقه الثانيه بعد ما خدم كلواء لمده سنتين كاملين. وفي 9 اغسطس 2004 رحل البطل اللواء ثابت إقلاديوس، لكن كفاحه وبطولته فضلت محفوره في سجلات التاريخ المصري كرمز من رموز الشجاعه والتضحيه اللي ما يتكرروش. لو عجبتك القصه ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، لان ده اكبر دعم لينا، واستنونا في القصه اللي جايه. وكمان عملنا قناه جديده مخصوص للمتابعين اللي بيحبوا القصص دي، هتقدر توصلها بكل بساطه لما تضغط على اسم القناه اللي تحت الفيديو، وهيظهر ليك اسم القناه الثانيه تقدر تشترك فيها بكل بساطه، وهتلاقي هناك قصص جديده عن ابطال اكتوبر والتاريخ المصري ومعلومات اكيد هتعجبك، بننزلها بشكل مستمر علشان تفضل دايما معانا في رحله الحكايات اللي ما بتخلصش.